السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على النبي على افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وحطوا له لايكات حلوة زيكم. النهاردة يا لو كنت مفرزة فراخ، وبصراحة يعني انا هنزل لكم الفيديو ده ومستنية رأيكم. انتوا عايزين تعرفوا انا فرزت الفراخ دي ازاي؟ ما شاء الله عملت كمية محترمة. الفراخ غالية جدا، وانا كمان جايبة كيلو ب28 جنيه من الفراخ في الغلا اللي احنا فيه ده. وطلعت منه كمان كذا صنف وكذا أكلة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عملت تقريبا 6 اطباق بانيه، 3 اطباق او 4 وراك زي ما انتوا شايفين. بجد بجد أكلة جميلة وطريقة موفرة. لو الدنيا غالية ازاي نعمل ايه ونجيب الفراخ ازاي رخيصة؟ هقول لكم كل حاجة. بس لو انتوا حابين طبعا اشتراكات، تعليقات، تكتبولي اعمل لكم فيديو كامل انا عملت ايه وجبت ايه وايه اللي انا عملته. انا متعودة ان انا اعمل كده بصراحة. بس الفراخ غليت فجأة كده والدنيا غلت بصراحة، فالكيلو بقى ب45 جنيه. الأول كنت بجيب 3 4 فرخات وبعمل الطريقة دي بيقعدوا معايا طول الشهر. لأ، أنا جايبة الكيلو ب28 جنيه زي ما بقولكوا، 28 جنيه والله العظيم، ومطلعة منه كمية محترمة وحلوة. لو عجبتكم قولولي واكتبولي في التعليقات. انا مش هقولكوا على اي حاجة غير ما تكتبولي وتقولولي كملي مثلا او اعملي لنا فيديو انت ازاي عملتي وجبت الكيلو ب28 جنيه رغم الغلا ده. هقول لكم انا ازاي جبت الفراخ ب28 جنيه وازاي انا جبت كده وعملت الكميه دي. وما شاء الله الفراخ حلوه جدا وطعمها حلو جدا مش وحشه، وموفره جدا. ان شاء الله لو تعليقاتكم كده ولايكاتكم واشتراكاتكم شجعتني هعمل لكم فيديو زي ده تشجيع كتير يا جماعه يا بنات. والله هدوكوا افكار حلوه وازاي لو الدنيا غاليه نبعد عنها ونجيب حاجة أرخص وحلوة وصحية لينا ومش مضرة ولا أي حاجة يا بنات ولا فيها أي حاجة. هقولكوا كل حاجة خطوة خطوة والله، وازاي نوفر وندبر كده كل حاجة مع بعض ونجيب كل حاجة ببيتنا وخزين. كل الحاجات دي هقولكوا عليها بتفاصيل والله. وعملت ايه بالظبط؟ انا بصراحة واحدة من الناس كنت بلف حوالين نفسي لو انا رايحة السوق. الفراخ كانت غالية جدا، فهقولكوا انا عملت ايه ان شاء الله.